اكتشف أحد زعماء المافيا أن محاسب لديه ضاعت منه 10 ملايين دولار، وكان المحاسب أصم وأبكم. فقرر الزعيم أن يواجه المحاسب بما اكتشفه، فأخذ معاه خبير في لغة الإشارة وقال له: قم بسؤاله أين 10 ملايين دولار. سأله الخبير عن طريقة لغة الإشارة، فأجابه المحاسب أنه لا يعرف عن ماذا يتحدث. فأشر الزعيم المسدس بجبهة المحاسب لكي يعترف، وقال للخبير: أسأله مرة أخرى. فقال الخبير: سوف يقتلك إن لم تخبره عن مكان النقود. فأجاب المحاسب بلغة الإشارة: النقود في حقيبة سوداء مدفونة خلف المستودع. وسأل الزعيم خبير اللغة: ماذا قال لك؟ فأجاب الخبير أنه يقول أنك جبان ومجرد حشرة ولا تملك الشجاعة لإطلاق النار عليه. حينها أطلق الزعيم النار على المحاسب، وانتهى الأمر لصالح خبير لغة الإشارة، وذهب وأخذ النقود له. العبرة من الخطأ أن تضع ثقتك كلها في من ينقل الكلام إليك وتبني قراراتك على كلامه، فقد تكتشف بعد حين أن تلك الثقة لم تكن في محلها، فتكون خسارتك فادحة ولا تقدر بثمن.